اليوم ان شاء الله باش نبارطاجي معاكم ابان بسبوسه جربت تجي خفيفه وبنينه وهشوشه على الاخر. اول حاجه خديت 3 كعبات عظم عليهم 3 كعبات ياغورت رشه ملح وزدت عليهم كاس غير ربع زيت كاس غير ربع سكر زوز باكوات سكر فانيليا نخلطهم بالباهي مع بعضهم. من بعد باش نزيد عليهم كاس ونص سميد كاس غير ربع جوز الهند 15 غرام خميره حلويات. خلط كل شيء مع بعضه باش نحط شطار الكميه في البلاتو اللي باش نطيب فيه بالطبيعه بعد ما دهنته بشويه زبده باش ندخله للفور 15 دقيقه على درجه 180. تعديت نحضر في الكريمه حطيت 500 ملل حليب عليهم 4 مغارف كبار نشا رشه صغيره ملح نطيبهم. من بعد ما تطيب باش نزيد عليهم 8 طوابع فرماج ونحركهم بالباهي للفرماج يذوب الكل. وديريكت نهز الكريمه وهي مازالت سخونه ونحط على الكوش الاولى نتاع البسبوسه بعد ما طابت في 15 دقيقه نخليها تبرد شوي. ومن بعد نحط الكوش الثاني نتاع البسبوسه ونحاول هكا نحلها شوي بالمغارف ديريكت ندخلها للفور على درجه 180 اللي تكمل الطيب. من بعد ما طابت خرجتها من الفور وهي مازالت سخونه صبيت عليها شحور بارد رشيت عليها شويه فستق من الفوق تنجموا تزينوها باي فاكهه عندكم. كان جربت وصفه اليوم نستنى الروتور نتاعكم. شهيه طيبه وبسلامه.